انا علشان ابقى لعيب كوره تمام، رقم واحد عندي ان اتوكل على الله. اتوكل على ايه؟ الله. واخد بالاسباب، والاسباب هنا عندي ايه اللي هي؟ اتمرن واجتهد، وعندي وقت فراغ، خلصت الصلوات بتاعتي وخلصت المذاكره بتاعتي وقرايه القران، افتح اليوتيوب اتفرج على لعيبه الكوره اللي انا بحبها اشوفها. شوف انت كلاعب كوره، انت كلاعب كوره مركزك ايه؟ هتجيب اللاعب اللي في مركزك وتبص عليه ازاي بيتحرك، السكيلز المهارات بتاعته ازاي. كل دي اسباب انا لازم اخد بيها مع الاجتهاد في التمرين، ما غيبش الا لسبب قهري. حط لنفسك تارجت ان انا اروح 12 اختبار. 12 ايه؟ تمام؟ في النوادي. وقول انك انت هتنجح في الاختبار رقم 12 وهتنجح. ليه بقى؟ لان انت اديت لنفسك محاولات، والفشل ما هو الا محاوله. فاهمين قصدي ايه؟ لكن لما انا ادي لنفسي ولذهني ان انا هعمل 12 محاوله في 12 اختبار، واقول لنفسي انا في الاختبار ال 12 هتقبل، يبقى انا لو فشلت في اول اختبار مش هتضايق، تاني اختبار مش هتضايق، تالت اختبار مش هتضايق، رابع اختبار مش هتضايق. فال 12 محاوله دي مدياني وقت كافي ان انا اكيد هنجح، وعلى فكره ممكن تنجح في تالت ورابع اختبار. فال 12 اختبار بتدينا عدد محاولات عشان انا ما يأسش، يبقى انا اجتهد واخد بالاسباب واعمل محاولات كتير. 3 حاجات دول. وانا هنا بقول على اللاعب الموهوب، على اللاعب الحريف، اللاعب اللي عنده كوره، مش بقول على اللاعب اللي هو ما عندوش كوره، عشان اللي ما عندوش كوره يعني انا مع الاسف يعني لو 100 محاوله مش هينفع. فهمت قصدي؟ يبقى انا هنا بخاطب ناس ولاعيبه اللي عندها القدرات انها تصبح لعيبه كوره، وانا بقولها لكم في السن الصغير علشان العمر قدامكم وما تيأسوش. اوحش حاجه تمسك في اللعب والبني ادم، والله وربنا ذكرها في القران، اليأس. اوعى تيأس ولا تحبط. وده مش كلام تنميه بشريه والهبل ده، لا سيبكم. الناس كلها بتوع التنميه البشريه ظهروا في حياتنا لما احنا بعدنا عن القران. انا مش محتاج لواحد بينمي لي فكري ووعي، القران موجود. الناس بعدت عن القران بتوع التنميه البشريه ظهروا.